يا بت البجاحة دي بلاش نبقى متاحين لأي حد في أي وقت وفي أي مكان وتحت أي ظرف. حكاية النهاردة بتحكيها أميرة من أميراتي، أختنا الحلوة، بتقول إيه: عايزة أحكي حاجة وجعاني وشغلة نفسيتي الفترة دي. للأسف أنا كنت في أسبوع ابن صاحبتي الأنتيم من كام يوم، وعشان هو يوم مميز حبيت هديتي تكون مميزة، فقلت أجيب لها فوتوغرافر هتبقى هدية مني ليها وتبقى ذكرى، وكل ما تتفرج على الصور دي أو تستخدمها في أي حاجة تفتكرني وتفتكر إن أنا كنت سبب في فرحتها دي بعد ربنا. طبعًا وبصراحة عملت اللي عليَّ الفوتوغرافر وزيادة. الفكرة بقى إنها كل الصور اللي أنا معاها فيها هي مهتمية بكل الناس إلا أنا، وبتقرّب من كل الناس إلا أنا. ده اللي شُفته في كل الصور، على الرغم إنها بتقول إني أقرب حد ليها. ممكن تكلمني الفجر لو مخنوقة، أو بتسأل على أكلة جديدة، أو حد مزعلها. من الآخر كده يعني أنتِ بالنسبة لها حاجة متاحة وموجودة وممكن تلجأ لِك في أي وقت. المهم أي بقى حد كمان مزعّلها تكلّمني، أهلها أو أهل جوزها، من الآخر أنا متاحة في أي وقت. زي ما أنا قُلت لِك متاحة، يعني أنتِ موجودة تمام هترجع لِك في أي وقت. أنا متجوّزة من فترة كبيرة وربنا ما كرمنيش بأولاد، كنت فرحانة أوي من قلبي، أقسم بالله باتحرّك وباتعامل بتلقائية. إحنا عشان صحاب من سنين أنا أعرف أهلها واخدة عليهم، حتى أهل جوزها، وربنا العالم إني كنت وما زلت نعمة الصديقة. وخليكم فاكرين أنا مش باشكر في نفسي، وده بشهادة أهلها وأهل جوزها، وإنها دايمًا بتجيب في سيرتي بالخير وبتقول عليَّ كلام كويس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. المهم من أول ما بدأ الفوتوغرافر يتواصل معايا بالصور اللي بيضبطها أول بأول، بابعتها لها علشان عارفة ومتأكدة إن هي متشوقة تشوفها، وقد إيه سألتني عليها. المهم وإحنا مروّحين يعني سألتني وأنا مروّحة وهي مروّحة سألتها عليها. قُلت لها أول ما يبعت لي هابعت لِك على طول، بس هي عملت حاجة كسرت فرحتي باليوم ده. في آخر اليوم الفوتوغرافر من نفسه والله ادّاني الهون عشان أدُق الهون للبيبي وكده، وإحنا قاعدين نهزر وكل اللي موجودين، واسمع كلام أمك واسمع كلام أبوك والكلام الحلو ده يقولوا لي الكلام اللي أنتم عارفينه ده. أنا كنت مبسوطة أوي ومنفعلة أوي، لقيتني باهبِّل، بس الأجواء كانت كلّها ضحك من كل من كل الموجودين. كل ده كان بيتصوّر فيديو، لقيتها هي بقى آخر اليوم بتقول لي: كده تبوّظي الفيديو، أنتِ بهدلتِ اليوم وللأسف كل ما هاتفرّج عليه هالاقي الهبل ده، دمّرتِ ذكرى السبوع طول العمر. أنا خدت الكلام في قلبي وسكت، وقُلت لجوزي: هو أنا كان في حاجة منّي أو كنت غبية؟ قال لي: بالعكس أنتِ كان دمِّك خفيف جدًا. وجوزي ما انتقدنيش اللي هو أكتر حد ممكن ينتقدني. المهم بعتّ لها كل الصور واللي الفوتوغرافر ضبّطها، وقُلت لها كده دي آخر حاجة، والفوتوغرافر طلب منّي review حلو على الصور. أنا رُحت باعتة له review، قال لي: خلّي مامة البيبي. قُلت له: طَب ابعت لها. بعت لها ما ردِّتش لحد الآن. قولوا لي أنا عملت إيه غلط، وأنا عايزة آخُد موقِف يخلّيني بعد كده لو اتواصلت معايا أو عملت حاجة كلّمتني لإن عارفة إنها هتكلّمني، إيه ممكن يكون ردّي عليها.